انا نزلت بوست بالنسبه للراجل اللي طلع قال انا تعبان وبقالي 9 شهور بضغط على نفسي عشان خاطر بطلع في الاستريم ولا بتاع. انا كتبت بوست الناس كبيره تفهم، وتقريبا 3/4 الجروب الجيل اللي ضاع، الجيل بتاع كرام مشاكل، الجيل بتاع اللي ما بيحترمش اللي اكبر منه، الجيل بقى اللي ممكن يكلمك اكنك عيل صغير، ورغم ان انا بتكلم عندي 38 سنه. انا واحد من الناس اللي بيقول لي انت عيال طالعه تقول انت بتحقد، انت مش عارف ايه. انا راجل كنت جيمر من 2018، وده اهو كان اسمي، ثواني، كان اسمي حموكشة جيمنج، وبطلع على التيك توك وعلى الفيسبوك وبطلع في كل مكان. وكنت جايب جهاز ما شاء الله، كان معدي كام، معدي اكتر من 19,000 وقتها، او دخل في 20,000، واقسم بالله كنت جايبه قسط وربنا ما كرمنيش. وكنت لسه متجوز، انا متجوز من 2017، وكنت لسه مخلف بنتي ديما، وكنت معايا تيم، والحياة ضاقت عليا. هل في يوم طلعت عملت فيديو اشتكيت للناس؟ هل في يوم طلعت بكيت لحد؟ مفيش حد. انا هصعب على حد؟ انا مش هصعب على حد، ولا حد هيحس باللي فيا. مش انا بس، انا او غيري. بص ايدي من عز الشمس، بص يا مسلم يا مؤمن، بص دي من عز الشمس. بص ايدي، انا بشتغل شغل، بقوم من الفجر أدار ربنا يقول الله أكبر، والواحد يقوم يلبس وينزل شغل في عز الشمس. بصوا، بص، عشان نشتغل، عشان حياتي ما وقفتش على الجيمنج، عشان حياتي ما وقفتش إن أنا بطلع استريم هنا ولا بطلع استريم هنا ولا بطلع هنا، ولا أنا ليا دعوة ده برزقه إيه ولا برزقه. بس لما تلاقي موضوع خد ضجة كبيرة عن اللزوم، أنت اطلع برضو اتكلم بالاحترام والأدب. خلاص، كلنا فينا هموم، كلنا فينا تعب. ما أنا بنزل أشتغل وبشقى وبجيب القرش بعرق جبيني، وأنا ممكن أكون تعبان صحيا في حاجات، بس مش هطلع ولا ابكي ولا اطلع. عندي عزة نفسي يا اخي، ما ينفعش اطلع اعيط حتى لو نفسي صعبانه عليا، حتى لو فيها مرض، حتى لو فيها تعب الدنيا. في ناس كتير فيها اللي مكفيها. بقول لك بص يا بني ادم، في عز بنجيبها بالحلال، عمرنا ما رحنا للطريق السهل. ولا انا معايا اسره ومعايا عيله، احنا معانا عيله ومعانا اسره وبنجري عليهم. والحمد لله، اقسم بالله انا شغال الشغلانه دي وبرجع منها شغلانه تاني. ما رحتش للطريق السهل، اخترت الطريق الصعب، اللي لما ان شاء الله عيلك يشوفك في يوم تبقى انت كبير في نظره. كورس جيمنج ولا مش جيمنج ده؟ كنت جايبه ب 6000 جنيه، جهاز كنت جايبه